سلام، يلا بينا نعمل مع بعض الطاجن التورلي القمر ده. بجد يا جماعة خطواته سهلة جدا وكل حاجته متوفرة في البيت. يلا بينا، حلة على النار نحط فيها شوية زيت شوية سمنة، وهننزل بورقتين غار وكمان هيل، وننزل باللحمة على طول تتشوح زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده نبهر شوية كزبرة ناشفة، فلفل اسود، وكمان نعناع ناشف وهيل مطحون، وشوية ملح وشوية سكر. وبعد كده ننزل بيه الخضار، بصل توم وفلفل وطماطم متقطعين، ننزل بيهم على اللحمة وياخدوا تشويحة سريعة. وبعد كده نكون مجهزين مية سخنة وننزل بالمية السخنة على اللحمة لغاية ما نغطيها تماما بالمية. وبعد كده نغطيها ونوطي النار عليها ونسيبها تستوي لغاية ما تبقى دايبة بالشكل ده. ويلا بينا على طاجن التورلي. حاجته سهلة جدا، وانا بحب دايما استخدم الطاجن شوية سمنة، ونوزع السمنة في الطاجن كويس جدا. نبتدي بتقطيع الخضار، ننضفه كويس ونقطعه مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. وعملت الصلصة دي يا جماعة، انا بعمله طبعا على الني، انا ما بحبش الاكل بيكون متسبك قوي، فبعمله على الني زي ما انتوا شايفين كده، ويستوي في الفرن عادي. وقسمنا الخضار عشان نحط اللحمة اهي، هننزل باللحمة وبعد كده نحط بقية الصلصة، بس بالراحة عشان اللحمة ما تتقطعش لان اللحمة مستوية تماما. ودي الشوربة اللي طلعت من اللحمة، طعمها حلو جدا جدا جدا. نغطي الطاجن بالشوربة بالشكل ده وندخله على الفرن على درجة حرارة 180. ويلا بينا نعمل الرز جنب الطاجن. شوية زيت وشوية سمنة وكمان هيل وشعرية، نص كوباية شعرية كده، ونفضل نقلب فيها كده على النار لغاية ما تبقى شقرة بالشكل ده. وهنا الرز كوباية رز واحدة، وبغسلها وبنشفها وبعد كده بحطها فوق الشعرية، وشوية ملح فلفل اسود ومية سخنة. بحط كوبايتين ونص مية سخنة، وافضل اقلب بالشكل ده على نار متوسطة لغاية ما المية ما تتشرب. وبعد كده بغطي الحلة وبنقلها على عين صغيرة، وتكون النار هادية جدا لغاية ما يستوى بالشكل ده ويبقى مفلفل. شايفين مفلفل ازاي؟ وهنا طالع الطاجن بتاعنا طلع من الفرن. ويلا بينا نغرف. بس شكله حلو ازاي، وعايزه اقول لكم الريحه تحفه والطعم تحفه بجد يا جماعه، حلو قوي قوي قوي. انا ما كنتش بحبه وغيرت رايي عنه، بابا كان طالبه مني. ما تنسوش الفولو واللايك وسبسكرايب، واستنوني في وصفه جديده. باي باي.